في دقيقة واحدة هقولك ازاي يوم الجمعة اللي فات كان ممكن يبقى بداية النهاية لاسكندرية. ده مش هزار، المدينة اتدفنت تحت المية، والسبب مش المطر بس. الجمعة 30 مايو 2025 الساعة 5 العصر تقريبا، عاصفة ضربت اسكندرية لمدة ساعة، بس الساعة دي كانت كفيلة انها تحول المدينة لعاصفة من الفوضى والموت والدمار. أمطار غير مسبوقة، سيول في الشوارع، والرياح بتعدي ل 50 كيلومتر في الساعة. تلج نزل من السماء والناس مش مصدقة نفسها. نفق سيدي بشر غرق بالكامل، مواطنين محاصرين جوه عربياتهم، ومحلات التجار غرقت لحد النص. وفي عز الغرق ده شاب عنده 14 سنة اسمه محمد هاني غرق في شاطئ البطاش ومحدش قدر يلحقه، والناس كلها كانوا بيصرخوا من الرعب. اللي حصل مش مجرد مطر، دي كانت صدمة مناخية وسيناريو ممكن يتكرر في أي لحظة. اسكندرية مش أول مرة تغرق، بس السؤال بقى، هل هتكون آخر مرة ولا بداية النهاية؟ هل في مخطط تصريف مياه؟ هل في استعداد لأي كارثة جاية؟ ولا كل مرة هنستنى نغرق ونتصور وبعدها نقول قدر الله وما شاء فعل؟ نداء للمسؤولين، اللي حصل ده بيأكد إننا محتاجين نبص لقدام، محتاجين نكون دايما مستعدين، لأن اللي جاي ممكن يكون أصعب، وإن ده ممكن يكون بداية. ما تنساش تشارك الحلقة دي وخليك صوت للناس اللي بتغرق من غير ما حد يحس.